جماعة ازيكم؟ فيديو النهارده هيكون عن الأقسام الموجودة في كلية التربية الرياضية. حابة هتكلم عن الأقسام دي بالتفصيل جدا، عشان في كلية بتختلف عن كلية تانية في الأقسام، عن نظام التخصص ده. فأنا هتكلم عن اللي أنا أعرفه واللي أنا فهمت، اللي أنا بحثت عنه، وهتكلم عن كلية جامعتي ايه نظامها بالظبط. فأنا هقول لكم عن جامعتي بالظبط ايه نظامها، وهقول لكم على برضو الكليات التانية، وانتوا على حسب ما تدخلوا الكلية فانتوا هتعرفوا نظام تخصصكم او نظام الاقسام ده ماشي ازاي. بس هقول لكم العموم يعني. فبس. وتاني حاجة يا جماعة، آخر يوم امتحان قدرات كان يوم 12 اللي هو كان النهاردة 13 اللي هو كان امبارح. فأنا نجح في الاختبار يقول لي عايزين تعرفوا ايه عن الكلية أكتر، واللي ناوي يدخلها إن شاء الله، واللي ما تنجحش أو ما توفقش فيها فأكيد ربنا هيختار لك حاجة تانية أحسن بكتير منها. وبس كده، يلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة أنا هبدأ معاكم في الأقسام بتاعت كليتي، اللي هي كلية تربية رياضية جامعة طنطا. الأقسام الموجودة فيها والنظام ماشي، كان النظام دلوقتي ماشي ازاي، والنظام قبل 2022 كان ماشي ازاي يعني. نظام الساعات المعتمدة ده غير في التخصصات شوية حاجات. ايه هو نظام الساعات المعتمدة؟ نظام الساعات المعتمدة ده آه، نجاح فيه لازم نجاح منه ب60%، مش 50% زي زمان، زي النظام القديم يعني. آه، بيكون ليكي عدد ساعات معينة في الترم لازم تخلصيها في الترم الأولاني مثلا، عشان تعدي صفي تدخلي الترم التاني. لو شلتي مواد في الترم الأولاني فانت المادة دي بتنام معاكي لحد ما تخلصي سنة أولى، وبتدخلي سمر كورس. السمر كورس ده بفلوس، تدفعي فيه فلوس عشان تدخلي المادة. لو ما دخلتيش السمر كورس فالمادة بتنام معاكي لحد مثلا لحد سنة تانية. لو ما دخلتيش في برضه السمر كورس بتنام معاكي لحد ما تخلصي كلية. فلو انت شلتي أكتر من مادة في أكتر من سنة فانت ما كملتيش كده نظام الساعات بتاعتك اللي انت المفروض تخلصي فيها كل يوم. بس ده بيكون نظام الساعات المعتمدة. في اولى وتانية انت بتدرسي كل حاجه، بتدرسي كل المواد، بتدرسي كل الالعاب، بتدرسي فيها الاساسيات، بتدرسي فيها كل حاجه. في سنه تالتة بتبداي تتخصصي بقى، بتطلعي بقى من سنه تالتة خلاص، بتختاري تخصصك في اخر سنه تانية، وبتطلع لك النتيجه والاسئله بتنزل الجدول تخصص بقى. بتطلع سنه تالتة تخصصي. احنا بنتخصص من سنه تالتة. ايه الاقسام الموجوده في الكليه؟ قسم تدريب، قسم ترويح، قسم إدارة، قسم تدريس. قسم تدريب أول واحد. قسم تدريب إيه بقى؟ بيندرج تحته عدة أقسام، عدة تخصصات. قسم جمباز التمرينات والعروض الرياضية والتعبير الحركي. قسم المنازلات، قسم ال الرياضات المائية اللي هي السباحة. قسم الألعاب المضرب والألعاب الجماعية. قسم الألعاب القوة. اول حاجه قسم الجمباز ده بتخصصي في حاجه واحده زي الجمباز، او تختاري منه تخصص واحد، او يا الجمباز يا التعبير الحركي يا التمرينات والعروض الرياضيه. قسم المنازلات نفس الحكايه. لو اخترت قسم المنازلات بس فانت بتختاري يا اما الملاكمه يا اما الكاراتيه يا اما الجودو. لو اخترت مثلا تنس ارض العاب المضرب بتختاري مثلا يا اما تنس طاوله يا اما تنس ارضي يا اما كرة سرعة يا اما الالعاب دي كلها اكيد الكلية هتعرفك عنها افضل. فانت بتشوفي اللعبة اللي انت حباها وتتخصصي فيها. لو انت مش هتتخصصي لو انت هتتخصصي تدريب، مش هتتخصصي تدريب فانت مش هتختاري اي لعبة من الالعاب دي. هتتخصصي ادارة مثلا فانت هتدرسي كل حاجة عن الادارة، مالكيش دعوة بتدريب. بس ايه تاني؟ قسم الالعاب القوى ده كل حاجه بتدرسي فيه، مثلا وثب عالي. ما فيهوش بقى يا تدرسي وثب عالي تدرسي، لا بتدرسي كل حاجه. بتدرسي وثب عالي، بتدرسي وثب طويل، بتدرسي الجري، بتدرسي جله، بتدرسي رمي رمح، كل حاجه. قسم اداره ما فيهوش اي اقسام، بتدرسي كل حاجه عن الاداره. قسم ترويح بتدرسي كل حاجه عن الترويح. قسم بتدرسي كل حاجه عن التدريس، ودي بتكوني مدرسه.
التدريب بتطلعي مدربه في لعبه من الالعاب اللي انت تخصصتي منها، يعني انت تخصصي قسم الجمباز، تخصص جمباز، فانت بتكوني مدربه في الجمباز كده. بس عادي برضو تبقي تنزلي تتدربي في اي لعبه تانية وتكوني مدربه مع الجمباز في اي لعبه تانية مع الجمباز. بس ده بتكون نظام الكليه. في نظام بنختار قسم واحد بس، واحد. ده اللي اتغير في نظام الساعات المعتمده. كان بقى قبل الساعات المعتمده في الكليه، معتمده في الكليه، كانوا بيختاروا تخصصين في قسم التدريب ده. واحد من الالعاب الفرديه اللي هي زي السباحه وجمباز، الحاجات دي، ولعبه من الالعاب الجماعيه اللي زي كرة الطايرة، كرة سرعة، سلة، الحاجات دي كلها. كانوا بيختاروا تخصصين وكانوا بيدرسوا كل حاجة بقى، كانوا بيدرسوا إدارة وكانوا بيدرسوا تدريس وكانوا بيدرسوا ترويح، كل حاجة. يعني احنا تدريب بندرس مادة، مثلا مادة من إدارة، ما بندرسش إدارة، ما بندرسش ما بناخدش مواد من التدريس كده. يكون كل المواد بتاعتنا في التدريب بس. احنا بنطلع من الكلية في الشهادة بتاعتنا هنتكتب بكالوريوس تربية رياضية، تخصص يعني قسم تدريب تخصص جمباز. النظام القديم بقى اللي هو ممكن كليات كتيرة ماشية عليه، هيطلع بكالوريوس تربية رياضية، الشهادة مكتوب بكالوريوس تربية رياضية شعب عام. ده معظم الكليات ماشية عليه لحد دلوقتي. ونظام الساعات المعتمدة لسه مطبقش في كل الكليات. بس نظام الساعات المعتمدة ناس كتيرة بتقول ان هو احسن بكتير من النظام التاني. فوالله انا لسه مش عارفه. انت حبيت اديكم بس نبذه مختصره عن الاقسام واللي انا فهمته من الاقسام والحاجات دي كلها، عشان بجد انا ما كنتش فاهمه تخصصات النظام ماشي في كليات زي من الاقسام الا قبل ما اكتب الاستماره كام يوم. لما عملوا لنا اجتماع كده وعرفونا خلاص ان النظام ماشي ازاي وهنكتب الاستماره ازاي وكل حاجه، ففهمت كل حاجه. بس ما عندناش قسم اسمه قسم علوم الصحه في كليه التربيه الرياضيه جامعه طنطا. بس احنا بندرس كل حاجه، بندرس مع المواد بتاعه القسم، بندرس تدريب، بندرس تدليك، بندرس تغذيه، بندرس اصابات، بندرس اصابات اوليه، بندرس كل حاجه لها علاقه بالصحه والحاجات دي كلها. بس دي بتكون المواد الاجباريه بالنسبه لنا. في كليات بقى فيها الاقسام دي، وفي كليات بيكون فيها اقسام زياده، في كليات بيكون فيها اقسام قليله. وفي مواد كمان، في مواد بالبنات بس اللي بتاخدها، وفي مواد الولاد بس اللي بتاخدها، والبنات بس اللي بتتخصص فيها، المواد دي البنات بس اللي بتتخصص فيها والولاد بس اللي بتتخصص فيها. كانوا زمان كان في بقى يعني النظام اتغير، كان في كرة قدم والتخصصات بنات بتتخصصها. في نظام ساعة المعتمدة مفيش كرة قدم للبنات، هي بتختلف يعني. بس آه لو في اي استفسار تاني او اي حاجة تانية فقولوا لي في الكومنتات تحت، وانا برد على كل الكومنتات يعني عادي. وبس كده بتكون خلص الفيديو. متنسوش بقى الاشتراك في القناة واللايك وتشير الفيديو مع اصحابكم. متنسوش تتابعوني على الانستجرام. وبس، باي.